علاش كنشريو بزاف؟ الكونسوماسيون ما بقيناش قادرين نتحكموا فيها، وهذا الشيء راجع بزاف لشحال كنستعملوا الانترنت، شحال كنسكروليو والاشارات اللي كنتفرجوا فيهم والاش كنديروا لايك. فاحنا بلا ما نعيقوا كندربوا الخوارزميات اللي هي بكل بساطه بزاف ديال التعليمات اللي كيتبع التليفون ديالك باش ياخذ المعلومات عليك وتحلل السلوك ديالك بحال على شنو كتكليكي، وكتستعمل هذه المعلومات باش توقع شنو غادي تبغي في المستقبل. ولكن المشكل الكبير هنا هو ان هذا الشيء كيأثر علينا نفسيا بلا ما نحسو، وكيخلينا دائما في حاله الحاجه المستمره باش نشريو، حيت هاد الماركات كتستعمل البيانات ديالنا باش تعرف شنو غادي تريندي وتنتج لينا دغيا وتعرض علينا المنتوجات اللي كتعرف غادي تعجبنا، وهكا كتدخلنا في حلقه مفرغه كنشوفو كيعجبنا كنعاودو نشريو، ومن بعد كنرجعو نحسو بالفراغ وكنعاودو نفس العمليه. هاد الضغط المستمر والاستهلاك المفرط ماشي غير كيضر البيئه، ولكن كيدمر راحه البال ديالنا وكيخلي علاقتنا مع الشراء مرتبطه بالعاطفه، وكيدير لنا بزاف د المشاكل النفسيه بحال الادمان على الدوبامين، تانيب الضمير من مورا الشراء ولونكسيتي وحتى على جيبنا. ففي الاخير المشكل ماشي في انك تشري، ولكن في الطريقه وكيفاش كتشري. هادشي علاش خاصنا نحاولوا نبعدوا على الشراء العشوائي من الانترنت، هكا كتربح راسك وكتعاون البيئه.